السلام عليكم. بعد ما عرفنا كده الفيديو بتاع المرة اللي فاتت بتاع إزاي عملنا التورتة دي نُص أبيض ونُص شوكولاتة، وإزاي عملنا تبقى 4 طبقات زي 4 طبقات أبيض و4 طبقات شوكولاتة، وإزاي عملنا من نُص كيلو دقيق الكمية دي أو التورتاية الجميلة دي، وإزاي طلعت هشة معانا. يالّا بقى نشوف مع بعض التزيينة بتاعتنا. أفكّركم بنفسي، أنا أماني من قناة أكلة هنية مع أماني. إن شاء الله بإذن الله هنعمل تزيين التورتاية حلوة أوي، نُص أبيض ونُص شوكولاتة، نقدر نعملها في البيت بطريقة روعة جدًا، أحسن كمان من المحلات. يالّا بقى بينا، يالّا كل اللي ما عملش اشتراك للقناة يالّا ينزل يعمل اشتراك ويفعّل تنبيهات الجرس للكل، وكمان اللايك الجميل بتاعكم بقى. ولو أنتم حابين بقى تشاركوا أصحابكم وحبايبكم الفيديو، يالّا يا ريت بقى تشاركوا أصحابكم وحبايبكم عشان كله يتعلم، وإزاي يعمل التورتاية في البيت كده بطريقة هشة وجميلة، وفعلًا الطعم أحسن من رائع وأحسن كمان من المحلات. تمام. مسكت بقى أنا كده عندي صينية بلاستيك كده باستخدمها في التورت. أنا خدتها بقى وضفت عليها يعني حتة كده يعني كريم شانتيه أبيض من ناحية الكيك الأبيض، وكريم شانتيه بني من الحتة اللي أنا باضيف عليها البني، وباسقيها سيرب كده. السيرب ده عبارة عن شربات أنا باخففه. كان عندي شربات أنا موجود عندي في البيت، بازوّده مَيّة عشان يبقى خفيف، عشان ما يبقاش مسكّر أوي. باضيف كده، شايفين التورتاية جميلة إزاي، نُص أبيض ونُص شوكولاتة جميلة جدًا ومضبوطة وبالملي، يعني ما فيش حاجة أعلى من حاجة ولا حاجة أقل من حاجة، ما شاء الله جميلة جدًا. عندي بولة محطوط فيها كريم شانتيه أبيض، وبولة محطوط فيها كريم شانتيه بُني، وبرضه نفس الكلام الإسباتيولة اللي أنا باعمل بيها وبافرد بيها بتاع الشوكولاتة، ما احطهاش في الإسباتيولة في البولة اللي أنا حاطاها في الأبيض. تمام. يعني دي ما تتحطش في دي، تخلّي كل حاجة كده وحديها. تمام. باضيف كده الناحية اللي هي الأبيض الفانيليا والناحية البني. تمام. هنعمل إيه، بنضيف السيرب زي ما أنتم ما شايفين، سيرب شربات عادي، بس بنخفّفه شوية، بيدّي هشاشة أكتر للتورت. هي زي ما شُفتوا في الفيديو اللي فات، هي ما شاء الله التورتاية هشة جدًا وطرية وجميلة وكريمي بقى، الكريم شانتيه حُطّي كتير، ما تقلقيش الكريمة هتقضّي معاكِ. إحنا عملنا في الكريم شانتيه في الفيديو اللي فات اللي أنتم هتشوفوه إن شاء الله، عملنا ربع كيلو بيقضّي تورتاية كاملة. عملنا ربع كيلو، تُمن كيلو من الكريم شانتيه الأبيض، وتُمن كيلو من الكريم شانتيه البني، وبنسيّح كده بالإسباتيولا زي ما أنتم شايفين. ما تقلقوش من الشكل من جوّه، دي كلّها طبقات مش بتتشاف أصلًا في الآخر، أهم حاجة في الآخر. تمام. كده حطيت آخر طبقة بقى عندي، كده خلّصت ال4 طبقات ودي كانت آخر طبقة. ضِفت سيرب كده من بين كل طبقة وطبقة باضيف سيرب. تمام. بعدين بقى خلاص هاحط بقى في الآخر الكريم شانتيه. زي ما قُلت لكم البولة اللي عندي إسباتيولا مش باضيفها على مش باحط بيها البُني. تمام. هاعمل بقى من الجناب لإن دي كانت آخر طبقة خلاص. أنا كده فنّشت الكيك اللي معايا. ما شاء الله كانوا 4 طبقات جميل جدًا. تقدري تحطي ما بين الطبقات شوكولاتة لو أنتِ حابة، أو ممكن شوكولاتة في الناحية اللي هي فيها شوكولاتة. تمام. وفي الناحية اللي فيها كريم شانتيه تقدري ممكن تحطّي فواكه أو اللي أنتِ حاباه. تمام. باقفّل بقى الجنب الأبيض، قفّلي بقى على قد ما تقدري، في الآخر هيدّيكِ شكل جميل جدًا. لو عندِك scraper اللي هو بتاع تضبيط التُرَط والحاجات دي اعملي، لو مش عندِك بسباتيولا زي ما أنا ما عملت كده. طبعًا الطريقة دي للمبتدئين، إحنا بنستخدم الحاجات اللي موجودة عندنا في البيت، مش محتاجين ننزل مخصوص عشان نعمل حاجة إحنا حابين نعملها لبيتنا أو نسعد بيها حد، أو كمان نفرّح بيها ولادنا، أو جاي لنا مناسبة قريب وعايزين نعمل الحاجات بإيدينا وبإمكانيات أقل طبعًا ما بنشتريها من برّه. اعملي بقى لبيتِك واعملي لأسرتِك وفرّحي ولادِك. والله العظيم أكتر حاجة بيحبوها لمّا يلاقوا عاملة حاجة حلوة في البيت كده، تورَت جميلة كده وجاتوهات والّا أي حاجة حلوة. بجد دي بتبقى أحسن حاجة بتبسطهم. وكمان لو عيد ميلادهم أو عيد ميلاد حد قريب منِّك تعملي بقى بالشكل ده. أنا حاولت أعمل على قد ما قدرت طبعًا، لإن أنا بافرد
بالسباتيولا زي ما انتم شايفين، مش بسكرابر ولا حاجة، بس كله هيتغطى وكله هيتظبط في الآخر. جبت جيلو فراولة، عندي بقى صوصات هاعمل الجنب ده صوصات جيلو تمام، وعندي هنا ده صوص مانجو تمام، باعمل خط كده من الجنب ده وخط من الجنب ده، شايفين يعني أنا حطيت أحمر في النُص وحطيت من بين الجنبين بتاع صوص مانجا، واللي أنا حطيته دي مربى حليب تمام، وده صوص شوكولاتة تمام. الصوص اللي موجود عندِك اعملي، مش عندِك واحد بس اعملي بواحد بس تمام، وهافرك كده بسكينة تمام، هتدّي في الآخر طبقات شكلها جميل أوي، وهتبقى شكلها حلو خفيف كده، خفّافي كده بإيديكِ، ما تدوسيش أوي عشان ما تعمليش الكريمة وتاجي عليها تمام. هنعمل كده بالراحة خالص تمام، عشان برضه يبقى جنب أحمر وجنب أسود تدريجة كده تمويهة كده بتبقى شكلها حلو أوي تمام. شايفين الجمال؟ هتشوفوا شكلها بقى في الآخر كمان روعة، روعة، روعة تمام. هنضبّط كمان الجناب وهتدّي في الآخر شكل حلو أوي. هنعمل كده كمان بخِلّة كده، امسكي بقى خِلّة كده صغيّرة، تعالي بقى اعملي كده بُصّي خطوط كده بالطول زي ما أنتِ شايفة، وهنعمل بعديها خطوط بالعرض تمام. شوفي كده خطوط عادي بالراحة خالص، ما تقلقيش هتطلع جميلة وتضبط وفي الآخر تبقى شكلها حلو أوي، ماشي، تمام. شايفين بقى هتعمل كده شكل حلو أوي في الآخر، تمام. يالّا بقى بينا نزيّن الجناب. أنا عملت الجناب كده بُصّوا عندي سكينة مشرشرة، عملت إيه تدريجة كده اللي هي تبقى شكلها إيه مموِّج كده تمام، عشان تدّي شكل حلو في الجنب تمام، وبالجيلو الفراولة نزلت كده بالصوصات كده نازلة من الجنب، زي ما أنتم شايفين كده، بتطلع شكلها حلو في الآخر. وفي الجنب التاني تعالوا بقى هنشوف هنعمل إيه. بُصّوا عشان نقسم الجنب الفاصل ما بين الجنب الأبيض وما بين الجنب البني، عملت كريم شانتيه ببلبلة وعملت كده إيه روزيتات كده. ومن الحرف التاني بتاع الكريم شانتيه اللي هو البني تمام، في الجنب اللي هو الشوكولاتة، عملت كده روزيتات كده شكلها حلو أوي. زي ما أنتم شايفين كده، سيّحت بقى شوكولاتة وحطيت عليها شوية زيت، لو أنتِ حاباها تبقى خفيفة ضيفي كمان شوية لبن تمام. أنا كنت حاباها المرّة دي تبقى يا دوبك كده إيه تكسّري كده شوكولاتة من فوق تمام، فما ضفتش لبن تمام، ضفت بس شوية زيت وسيّحتهم، أهم حاجة تسيبيها تستهدى، ما تحطيهاش سخنة على طول عشان ما تبوّظش الكريم شانتيه، والجو أصلًا إحنا في الشتا والجو بارد ما شاء الله، أنا أصلًا ما ضفتش الحاجات دي في التلاجة، يعني أنا ضِفت الكريم شانتيه بس عشان يجمد شوية، وبعد كده بعد ما خلّصت التورتاية في الآخر ضفتها في التلاجة، تمام. هاضيف هنا بقى صوص شوكولاتة في الجنب اللي هو إيه، بتاع الشوكولاتة تمام. شايفين بقى الشكل الجامد ده؟ ما شاء الله هتشوفوا كمان في الآخر هتنبهروا بالنتيجة. ما شاء الله الشكل كان جميل جدًا. عندي كريم شانتيه حطيته برضه في كيس كده، وضِفت بقى روزيتات كريم شانتيه من الأبيض تمام، تضبّط بقى بقية الجنب التاني تمام. شايفين الجمال شكله حلو. أنا عندي بقى هنا شيكوان، حبيت بقى أحط من فوق عند الكريم شانتيه من فوق الروزيتات دي، حطيت بقى ألوان بقى، بقيت أضيف ألوان بقى كتيرة تدّي بقى فرحة وتبقى حاجة بقى مبهجة كده وألوانات جميلة، وطبعًا كلنا بنحب الألوانات بتاخد العين كده. تمام. بقيت أضيف أصفر وأزرق وأخضر وأحمر وبرتقاني، وأرجع تاني أعمل أصفر وأزرق وأخضر وأحمر وبرتقاني، لحد ما خلّصت الجنب ده كلّه، تمام، بالشكل ده. شايفين الجمال ده؟ الجنب ده بقى خلص، لسه فاضل الجنب اللي فيه شوكولاتة لسه هاضبّط فيه حاجات، تمام. خلّصت كده، كان خلاص الشوكولاتة من فوق اللي أنا ضفتها بقى خلاص كانت نشفت بقى وبردت، تمام. هاضيف هنا كان عندي اللي هو الحاجات الملونة دي، ضِفت قلوب صغيّرة من فوق تمام، حطيت كده قلوب بحيث إن هي تبقى حاجة بقى هادية ورقيقة كده خالص، ما تعملش over بقى في الشكل أكتر من كده تمام، بقِت بالشكل الجميل ده. تمام. هاضيف بقى إيه، حسيت إن فوق محتاجة أحط حاجة من فوق الشوكولاتة بقى في النُص، قُلت بقى هاحط فراولاية بس،
من فوق. هنا هو هنا عندي كان عندي كريز، ضِفت أخضر بس، تمام، من فوق. قطّعت كريز وضِفت أخضر، عندي هنا فراولاية أنا مش هاضيف أكتر من كده، خلاص أنا خلّصت بقى كده وخلاص أنا بافنِّش بقى في التورتاية بتاعتي، خلصت ما شاء الله كان شكلها حلو أوي، والتزيينة في منتهى الجمال، يعني والله العظيم ما تفرق حاجة عن برّه، ولمّا تعملي و وتفرّحي أسرتِك وتبقى كمان الحاجة معمولة بإيديكِ، بتبقى في منتهى الجمال، بتبقى طالعة كده بكل حُب وسعادة، بتبقي حابة إن أنتِ ما شاء الله تبقي عملتِ أنتِ الحاجة دي بإيديكِ، بتبقي فرحانة بيها أوي. ما شاء الله الشكل جميل جدًا، شايفين الجمال؟ ما شاء الله الفراولاية كمان شكلها حلو في النُص، هي مش محتاجة أكتر من كده، كده كنت بقى خلّصت بقى الفيديو معاكم، وكنت ضبّطت بقى كده خلاص، تعالوا بقى نشوف كده على طول على السريع الفيديو كان شكله عامل إيه، والتورتاية كانت عاملة إيه. طبعًا ما تنسوش بقى الفيديو اللي قبل دوّة طبعًا تبقى تتفرّجوا عليه وتاخدوا جولة في الفيديوهات بتاعتي على الفيديوهات اللي أنا بانزّلها، يا رب يكون الفيديو بتاعي النهارده عجبكم، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، وفعّلوا تنبيهات الجرس للكل، أشوفكم على خير يا حبايبي، بألف هنا يا أمارات.